مساء السكر. انا اسمي داليا عاطف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. بما اننا داخلين على رمضان والعيد فكلنا هنحتاج اكيد فتة الكوارع. انا جايبه لكم النهارده احلى فتة كوارع ممكن تعملوها او تدوقوها في اي مكان بره. الكوارع نضيفه جدا وما فيهاش اي زفاره ودايبه قوي، والرز مفلفل وطعمه فظيع، والصلصه تحفه بجد. لازم تجربوها. اللي هيجربها بجد يا ريت يكتب لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم ايه. هستنى رايكم. فظيعه بجد. يلا بينا نشوف الطريقه. اهم حاجه في الكوارع عندي ان انا اغسلها كويس قوي علشان ما يبقاش فيها اي زفار. اول حاجه بعمل محلول نقع. محلول النقع دوت بيكون عباره عن ربع كوبايه ملح وربع كوبايه خل واربع ليمونات بعصرهم ومعلقه كبيره جنزبيل بودر ونص كوبايه دقيق. بحطها في المحلول دوت اقل حاجه ساعتين. بعد الساعتين دوت بتبقى الكوارع عندي بيضه ونضيفه وفظيعه وريحتها حلوه جدا وما فيهاش اي زفاره خالص. علشان اتاكد كمان ان هي خلاص ما عادش فيها اي زفاره هبدا ان انا املي ميه سخنه واحطها على النار تغلي. واول لما الميه بتغلي ببدا ان انا انزل عليها بالكوارع واحده واحده. واول لما بتاخد غلوه واحده بس ببدا ان انا اشيل الكوارع واشطفها كويس قوي وافضي الميه دي وابدا ان انا اشوحها بقى تاني. بجد الطريقه دي اكتر طريقه ما بتخليش في الكوارع اي زفاره او اي ريحه وحشه خالص. هبدأ هنا ان انا انزل بالكوارع تاني وهنزل معاها بقى بمكونات اللي هسلق فيها الكوارع. هبدأ ان انا انزل باربع حبات حبهان وبصلتين كبار وطماطمايه وجزرايه ومعلقه صغيره فلفل اسود وثلاث ورقات لورا. استوت على طول وزي ما انتم شايفين بجد دايبه. انا مش عارفه امسكها من كتر ما هي مستويه كويس. هبدأ ان انا اخليها. طبعا لو عايزينها بالعظم براحتكم بس احنا بنحبها مخلية يعني متقطعة. هخليها لحد ما اخلص كل الكمية. انا صفيت الشوربة من الخضار اللي كان فيها ونزلت بالكوارع اللي متقطعة. بجد شوربتها فظيعة وطعمها بجد يعني اللي هيجربها بجد هيدعيلي. هنعمل الرز بقى. معلقة كبيرة سمنة وبعدين هبدأ ان انا انزل بالرز المغسول. طبعا الكمية زي ما تحبوا على حسب عدد افراد العيلة اللي هياكل يعني. وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة كمون ورشة فلفل اسود. انا هنا بحط للرز من شوربة الكوارع. لو انتوا عندكم شوربة لحمة، لو انتوا مش عندكم لحمة خالص ممكن تحطوا واحدة مرقة دجاج ومية عادي، مفيهاش اي مشكلة وطعمه بيبقى جميل جدا برضو. نيجي بقى لصلصة الفتة. معلقة سمنة ومعلقة كبيرة توم. الفتة طبعا بتحب التوم دي معروفة. معلقة كبيرة توم ومعلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة كزبرة ورشة فلفل اسود ومعلقة صغيرة سكر. انا بشوح البهارات مع التوم علشان بتدي ريحة حلوة قوي وطعم عن لما بتتحط بعد كده. وبعدين هنزل بالطماطم. وطبعا بتظبطوا الملح على حسب ذوقكم وعلى حسب رغبتكم زي ما بتحبوا. هسيبها تغلي مع نفسها شوية لحد ما تتسبك. وبنعرف ان هي اتسبكت لما الزيت بيعوم على الوش. نيجي بقى للشوربة اللي احنا هنسقي بيها للرز والعيش. معلقة صغيرة توم ونص معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة وبشوحهم مع بعض وبنزل عليهم بالشوربة. انا هنا حطيت كوباية من شوربة الكوارع بتاعتي وبعدين بسيبها يعني انا بسيبهاش تغلي اصلا يعني هي مجرد ما انا بحطها بس التوم يتشوح بطفي عليها على طول.
نيجي بقى للصلصة بتاعة الكوارع اللي انا هحط فيها الكوارع في الفرن. هي نفس الخلطة بتاعة الصلصة العادية، بس انا بزود ليها فلفل الوان، بحط نص فلفل احمر ونص فلفل اصفر ونص قرن حامي. لو انتوا حابين لو انتوا مش حابين الحراق ممكن تحطوا نص فلفل اخضر عادي. انا بحط معلقة صغيرة توم بس بتكون مليانة. هحط فلفل الوان وهحط معلقة مليانة كمون بس تكون صغيرة، ومعلقة مليانة كزبرة ناشفة، وبقلبهم كويس عشان يتشوحوا مع بعض. وبعدين بنزل بالطماطم وبحط السكر والملح بس، ما بحطش اكتر من كده. واول لما الطماطم بتبدأ تغلي ببدأ ان انا احط نص كوباية شوربة، وببدأ ان انا انزل بالكوارع بتاعتي واسيبها تغلي مع بعض شوية، وبعدين بحطها في طاجن وادخلها على الفرن على طول. لو انتوا مش حابين ان انتوا تحطوها في الفرن عادي بتكتفوا بكده. ولو انتوا حابين ان انتوا تحطوا الكوارع في الصلصة من غير اي حاجة برضو زي ما بتحبوا، بس الفرن بيديها طعم. العيش بقى انا بقطعه بالمقص علشان يكون متساوي ويكون شكله حلو. طبعا طاسة وهحط فيها زيت وهحمر فيها العيش. دي احلى طريقة للعيش، ويبقى مقرمش قوي وطعمه حلو. اول لما الزيت بيسخن ببدأ ان انا انزل بالعيش بتاعي، وبفضل اقلبه على طول علشان هو بيتحمر على طول، يعني ما بيحتاجش ان انا ابعد عنه، لازم افضل واقفة جنبه على طول. اول لما بياخد اللون الذهبي بقوم قافلة عليه على طول بالمنظر ده كده، بيكون لونه كده. ما سيبهوش يتحمر عن كده علشان ما يتحرقش. بعد ما بيتحمر بحطهم على مناديل مطبخ علشان ينشفوا اي زيت موجود جواهم. وعلى فكرة ما بيطروش خالص لما بيتحطوا على مناديل مطبخ. الكوارع هنا خلاص خرجت من الفرن عندي، بجد فظيعة، لازم تجربوها. وبونا بيتيلي اللي هيجربها، وبالهنا والشفا.